سالو ميزامور، اليوم جبت لكم موضوع مهم لكل بنت في هذه الدنيا. الموضوع تاع اليوم لكل بنت راهي حابة تكون ناجحة في حياتها. داكور، الو اذا راكي مهتمة بالسوجي تاع اليوم روحي نقول لك الخطوات اللي لازم تتبعيهم خطوة بخطوة، وما تزابيش وما تفوتيش الفيديو، باسكو كل ثانية راهي في الفايدة ليك، ما راهيش ضياعة وقت. داكور، الوغ كل وحدة فينا بيان سور راهي تحلم بالنجاح، بصح ماشي كل وحدة تعرف من وين تبدا. هذا هو لو بروبليم، باسكو النجاح ما يجيش فجأة ومشي حد. النجاح هو قرار حبيبتي، نعم قرار يجي منك انت. اذا راكي هنا راهي علامة باللي راكي مستعدة تتغيري، وهذه علامة مليحة. داكا راكي مستعدة تغيري حياتك للأحسن. اليوم حابة نهدر معاك من القلب للقلب. إذا راكي حاسة بالضياع وعندك حلم وما عرفتيش من وين تبداي، إذا تشوفي بنات بزاف ناجحين وتقولي يا ربي وانا علاش لا، هذا الفيديو اكزاكتومون راه ليك. النجاح كما قلت لكم ما راش حد وما رايحش يطيح لك من السما. النجاح قرار، واذا وصلتي لهنا راهي اول خطوه درتيها. خليك معايا للنهايه خاطر راح نعطيك الطريق، طرق بسيطة وواقعية تقدري تطبقيها مهما كانت ظروفك. أولا، إذا تحدي واش معناه النجاح بالنسبة لك، متفاهمين؟ قبل ما نهضروا على الخطوات اللي لازم نسقسوا سؤال مهم: واش هو النجاح بالنسبة لك؟ النجاح ما راهوش دار كبيرة فقط، ولا دراهم بزاف، ولا شهرة. النجاح يختلف من وحدة لوحدة. كاين اللي النجاح عندها هو الراحة النفسية، كاين اللي النجاح عندها هو استقلال مادي، كاين اللي عندها النجاح هو تأسس أسرة متوازنة. نحترم كامل الرايات، كل وحدة واسمح راها حابة توصل. يليق نحترم كامل الرايات. الوغ سقسي روحك: واش نحب نكون بعد 5 سنين؟ واش هي الحاجة اللي إذا حققتيها تحسي بالفخر؟ وسقسي روحك سؤال ثالث واللي هو واش هو الشيء اللي نقدر نبدا به اليوم قبل غدوة؟ باسكو النجاح يبدا بالوضوح مع النفس. داكور، هذه الأسئلة رايحة توضح لك النفس تاعك، وهذه أول خطوة اللي تبداي بها. ثاني خطوة العقلية، لأن العقلية هي أساس كل نجاح، واللي هي نورمالمون تجي قبل الخطوات. لازم نصلحوا العقلية، خاطر ما تقدريش تبني حياة ناجحة بعقلية متعبة. يليق تحبسي جلد الذات، ما تجلديش روحك. مهما غلطتي يليق تتقبلي الغلطات تاعك، ما تجلديش روحك ابدا. ويليق تحبسي مقارنة روحك مع الآخرين، ما تقارني روحك حتى بواحد. يليق تقارني روحك انتي اليوم مع البارح، اليوم مع غدوة. تقارني روحك بنفسك. داكوغ، هذه هي المقارنة الوحيدة اللي تقارني روحك بها. وسمحوا لي راني الوغ ويليق تحبسي انتظار المثالية. داكوغ، باسكو الفشل ما يعنيش النهاية، الفشل هو درس، هو البداية. والمرأة القوية ما تقولش انا ما نقدرش، تقول ما زلت نتعلم، راني في هذه الدنيا باش نتعلم. يليق تهضري مع روحك بلطف، هذه هي الاساس. كي تكون عندك الشخصية القوية وتهضري مع روحك بلطف، يكذب عليك الكاذب، رايحة توصلي. باسكو هذه عندها تأثير نفسي كبير. يليق تقولي انا نتطور كل يوم،
انا نستاهل النجاح، كما قالت انا نستاهل. والله الا تهضر مع روحك هكا، هذه في علم النفس. والعقليه اللي تهبط لك من روحك يليق تحبسيها، يليق تبداي العقليه اللي ترفعك للامام، اللي ترفعك للفوق. ثالثا الانضباط، الانضباط، الانضباط هو اهم من التحفيز. كامل نبداو العام جديد بالتحفيز ومنا ونديرو فيجن بورد اللي راهي طوندونس وكامل ومنا وغادي هاد العام كامل هذاك التحفيز، هذاك التحفيز كامل عندنا، بصح ما عندناش الانضباط. الانضباط هو الصح، ما تكذبوش على رواحكم، نقولوها بصراحه. التحفيز يجي ويروح، بصح الانضباط يبقى. الانسان اللي فريمون باغي يبدل حياته يليق يكون منضبط، ماشي برك متحفز. وما تنسايش تكوني دائما متحمسه للحلم تاعك، باسكو الخدمه الصغيره كل يوم، ما نقولوا الخطوات الصغيره خير من الخطوه الكبيره. الخدمه الصغيره كل يوم خير من الحماس يوم واحد. مثال، نوضي بكري، كتبي 3 اهداف لنهارك، خصي وقت لنفسك، وقت للتعلم، وقت للراحه. حتى ولو كانت 1% كل يوم، نتائجها راح تكون كبيرة بعد عام. الخطوة الرابعة، يليق تطوري روحك كل يوم. المرأة الناجحة تستثمر في نفسها، باسكو الاستثمار في النفس هذا أكبر، كما قلت لكم الاستثمار في النفس هو أكبر استثمار. حتى لو ما عندكش إمكانيات كبيرة، اقرأي، تعلمي مهارة، تابعي محتوى مفيد، طوري عقلك قبل شكلك، وما تقانيش البداية تاعك بالنهاية تاع وحدة أخرى. وكل وحدة فينا عندها الرحلة تاعها خاصة بها، وأهم حاجة يليق الاستمرارية، باسكو راكي نتيا مشروع نجاح يليق تعامليه باهتمام. خامس خطوة واللي هو مهم بالنسبة ليا واللي راني نركز عليه العام اللي فات وهذا العام إن شاء الله، هو المحيط اللي داير بيك. مش كل الناس اللي لازم يبقاو معاك، كاين ناس وجودهم تعب، والله صدقوني كاين بزاف ناس خرجت من حياتي الحمد لله يا ربي. مع الاول تاثرت، بصح اليوم عرفت باللي علاش ربي خرجهم من حياتي، والحمد لله نشكره كل يوم، نشكر على هذه النعمه. وكاين ناس وجودهم معك طبعا بركه وزياده ليك. سي بوغ سا تعلمي تحطي حدود بينك وبين الناس، تعلمي تقولي لا. نورمال حاجه عجبتك، حاجه ما عجبتكش لا. وليق تختاري الراحه تاعك انت قبل كلش. بداي بهاد الخطوات رايحه تتبدل انتيا 180 درجه، غادي انتي وما تعرفيش روحك. داكا تبعيني انا اللي تدي من عندي الريت، انا اللي غادي هاد العام ان شاء الله الناس غادي كاع يبقى يقولوا شكون هادي، والله ما عرفناك. احيانا العزله المؤقته امبورطون، حاجه ضروريه. العزله المؤقته تخليك تسمعي صوتك وتبني روحك بلا ضجيج تاع الناس، باسكو مش كل الناس لازم يفهموك. داكوغ، يليق تحبي العزله، ما تشوفيهاش حاجه مش مليحه، باغ كونطخ حاجه مليحه. والله كي تحبي روحك رايحه تحبي العزله. الحاجه السادسه والخطوه السادسه هي النجاح مع الانوثه. النجاح ما يعنيش القسوه، والقوه ما تعنيش التخلي على الانوثه. كوني كالم، عندك كونفيونس في روحك، انثويه طموحه بدون ضجيج، باسكو المرأة الأنيقة والمرأة الكلاس في تفكير تاعها. المرأة اللي هي القوية في هدوءها، قوية وممتون هادئة، وتفرض احترامها بدون ما ترفع الصوت تاعها، كالم وتفرض الاحترام تاعها. وفي العفن حابة اذا وصلتي هنا بيان سور حابة نقول لك حاجة من القلب. بيان سور كي
باش راكي هنا ثم راكي وصلتي هنا ثم راكي تبعتيني، والله تستاهلي. نقولك حاجه من القلب، والله يا عمري راكي قادره وراكي تستاهلي وراكي اقوى مما تتخيلي. ابداي بخطوه صغيره اليوم وما تحقريش حتى تقدم، اي تقدم ما تحقريهش. واذا حبيتي الفيديو تاع اليوم اكتبي لي في لي كومونتير واش هو الهدف القادم، واش هو الهدف تاعك القادم. وما تنسايش ما تنساش. صايب بديت نخلط يدق نودعكم ونقلع. وما تنسايش تشتركي في القناة باش نكبروا مع بعض، وكوني انتي والباقي سيأتي.